او بصراحه ده مش احسن مكان الواحد يبدا فيه الفيديو، بس اهلا بيكم في دبي. الفيديو ده هنستكشف معالم دبي كلها، وهنشوف هل المدينه يعني تستاهل الزياره ولا لا، لان في ناس كتير بتيجي دبي ما تعجبهاش، بيقولوا ان هي مدينه اوفر ريتد. لكن انا بصراحه متحمس جدا. انا لسه واصل دبي امبارح بالليل، وكانت رحله طويله جدا. يعني الطياره من فنلندا خدت 7 ساعات ونص لدبي، لان ما كانش ينفع يطير فوق روسيا ولا اوكرانيا ولا بيلاروس ولا العراق ولا ايران، فخد لفه طويله جدا عن طريق مصر. كده نقدر نقول اهلا بيكم. ايه ده؟ فعقبال ما واحد عمل تشيك ان في الفندق كانت الساعه 1 بالليل، نمت 6 ساعات وصحيت دلوقتي. احنا هنا في جامع الفاروق عمر بن الخطاب، فنبدا صلاه الجمعه في دبي هنا في الجامع الجميل ده. أشهد أن لا إله إلا الله. خلصنا صلاة الجمعة يا شباب. يعني بصراحة من أحلى الخطب اللي أنا حضرتها في حياتي، والأجواء جميلة جدا هنا في الجامع. كمان بيوزعوا ازازة مياه. الفرق هنا في الإمارات لاحظته إن مفيش بقى حد بيبيع مثلا خضار وعيش بره الجامع. هنا تخلص صلاتك على طول تخرج، الدنيا هدوء زي ما هي، في نظام، الناس راكنه في اماكنها عادي. بصراحه الجو هنا جميل جدا في الشتاء، يعني درجه حراره 22 24 بالنهار، وبالليل 11 15، فجو معقول جدا. الواحد لابس نص كم ومستمتع يعني بالجو. اغرب الحاجات اللي لاحظتها هنا اول ما جيت، يعني ان العربي مش في كل حته، معظم الناس هنا بتتكلم انجليزي. ده برضه عشان يعني ان 85% من اللي عايشين هنا اجانب، فانت بتتعامل مع كل جنسيات العالم. الامارات فيها اكتر من 200 جنسيه، واكبر عدد هو الهنود 30%، بعديها من باكستان وبنجلاديش. فطبيعي هنا ان الانجليزي يكون هي اللغه الاساسيه، ونادر جدا تلاقي مواطن اماراتي في الاماكن السياحيه، لان هم بالكتير 10 ل 15% من سكان الدوله. وعادي جدا يا جماعه الواحد يخلص صلاته هنا في الامارات ويلاقي سايبر تراك راكنه بالشكل ده، بس دي موديفايد، يعني هو حاطط لها بادي كيت وجنود بقى كبيرة. مش عارف كام انش الجنود دي، 26 انش ما شاء الله. اول مرة اشوف سايبر تراك في حياتي، لا والله منبهر بيها جدا ما شاء الله، تحفة بجد العربية. والبادي كيت ده برضه ايه، مديها شكل حلو. نكمل جولتنا ونطلع على دبي فريم او برواز دبي، وده اطول برواز في العالم، طوله 150 متر وعرضه 93 متر. تعالوا نستكشف دبي فريم، وده اطول مبنى على شكل برواز في العالم، وهو باختصار بيفصل ما بين دبي القديمه ودبي الحديثه بابراجها والكلام ده كله. فطوله 150 متر، ويعني شكله بصراحه طابور هنا يعني بياخد وقت شويه، وسعر التذكره 50 درهم بس. بصراحه بصوا التفاصيل في المبنى حتى من قريب، شكله جميل جدا. يعني هو كأنه برواز معمول من الذهب، ولو بصيتوا فوق ممكن الواحد يمشي فوق الازاز، يعني يستكشف فوق الازاز، فهتبقى تجربه لذيذه جدا. طلع في طابور هنا كمان، اقبال النهارده عالمي. اول ما تدخلوا المبنى او المتحف بتلاقوا حكايات عن تاريخ دبي قبل بقى ناطحات السحاب والمولات والرفاهيه اللي احنا شايفينها الايام دي. بيحكوا عن تاريخ دبي من 200 سنه، وقد ايه البحر كان مهم، ان هو كان مصدر رزق بالصيد واللؤلؤ. بعدها جت التجاره، وطبعا البترول اللي غير كل حاجه. اخيرا طلعنا هنا ال 150 متر. ده من التجارب برضو ان انت تمشي بالازاز بالشكل ده، بس ده رعب والله. يعني مش كل الناس تقدر تمشي فوق الازاز ده من تحديد خالص. فزي ما انتم شايفين الجزء ده الماضي او دبي القديمه، فهناك مش هتلاقوا ابراج كتير يعني. نيجي هنا بقى للمستقبل، هتلاقوا بقى الابراج وبرج خليفه، فده مستقبل دبي. زحمة تحت غير طبيعية النهاردة يوم الجمعة. فسمعت برضو ان دبي يمكن من ازحم المدن، خاصة في وقت الذروة الصبح وبعد الظهر لما الناس بتخلص شغلها. والله حلو، عاملين كوفي شوب هنا فوق. في ازاز هنا برضو، ساعات بيبقى فميم الشكل ده. الازاز ده امان لان هو طبقة، وبعد كده في تحت طبقة كمان، فلو ده اتكسر يعني عندك فرصة تانية ان انت تكمل يعني بقيت عمرك. عندنا كوفي شوب تاني هنا بيعمل ده الغريبة، تيتي موتيل. كل الأطفال اللي عمالة تشبط في الحاجات دي.
وبعد ما تنزلوا من الاسانسير هتاخدوا فكرة عن دبي في سنة 2050 والرؤية لقدام هتبقى عاملة ازاي. تجربة لذيذة برضو في دبي. فين يعني سعر التذكرة 50 درهم يعني تعالوا هنا هتتبسطوا، بس هو مفيش فعاليات كتيرة فوق يعني، هو بس الطوابير طويلة شوية ممكن تعبوا. فالزيارة خدت تقريبا يعني ساعتين. هنكمل جولتنا ونروح دبي مول. تركب التاكسي يجيبك على طول قدام المدخل المول، الشياكة النظافة واليوفر باينة واضحة قدامك، تدخل منين تخرج منين. تركب التاكسي تستنى دورك، مفيش بقى سواق يقول لك لا اجرتي كذا. انتوا لو زي حالاتي بتمشوا كتير الكلام بتاعكم يعني مظبوط، انتوا المشي ممكن تركبوا العربية دي هنا في مول دبي وهتوصلكم يعني في اماكن كتيرة بدل ما تمشوا اميال بقى طويلة. ما شاء الله تبارك الله. وصلت اخيرا دبي مول، واحد من اكبر المولات في العالم، ومش مجرد مول، لا ده مدينة كاملة، وكان يعني في ويك اند فكان زحمة جدا جدا جدا. وهتلاقوا برضو كمان اكبر اكواريوم في مول في العالم. وهنا يا شباب عندنا الاكواريوم الكبير ده، عملاق جدا يعني، تخيلوا كل ده جوه المول. هنا معانا الفود كورت في دبي مول. عندنا وينديز، عندنا البيك. طبعا انا بقى عن نفسي هاكل البيك، يعني ما ينفعش اي زياره لدوله فيها البيك والواحد ما ياكلش البيك، فيلا بقى البيك. استنى بقى الطابور طويل جدا. النهارده الجمعه يعني ما كنتش متخيل دبي تبقى بالزحمه دي. ايه ده، في مظاهره ولا حاجه؟ برج خليفه اهو. ايه ده كل ده برج، يا لهوي. هنا في الابل ستور يعني الدنيا بص زحمه بشكل غير عادي. ايه ده، الناس قاعده هنا وبالتالي كله مستني العرض بتاع النافوره اللي هيشتغل يمكن الساعه 6 ولا 7 اعتقد يعني. ما نشوف بقى عرض النافوره ده عامل ازاي الصراحه. بيقول لك طول نافوره الماء بيوصل ل 150 متر، حقيقي بجد 150 متر طول برواز دبي. نشوف. لا بس في الحقيقه برج خليفه غير الصور يعني، على الطبيعه لا تحس فعلا بحجمه يعني، عمري ما شفت حاجه زي كده يعني. لا فعلا طبعا اول مره يعني شيء يبهرك بجد. بس الناس اللي عايشه هنا يعني متعوده على ناطحات السحاب كده. يمكن كل ساعه يبقى فيه اغنيه مثلا عرض نافوره، بس كميات رهيبه من الميه. الناس هنا راكبه فوق بعضها يا شباب والله ما شاء الله. هنا كميه الهنود كتيره جدا في امارات غير ما كنت متوقع الصراحه. ما بالكم بقى راس السنه كان عامل ازاي، طالما يعني يوم زي ده يوم الجمعه يوم اجازه الزحمه دي، هو راس السنه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على التنفس الصناعي، تنفس صناعي يابا، اكسجين طبيعي، اكسجين طبيعي وبرعي.